محافظة دير الزور. تم الانتهاء بفضل الله عز وجل من بناء الجسر الذي يربط بين بلدة الحوايج في ريف دير الزور وبين مدينة الميادين في الضفة المجاورة لها. الحمد لله رب العالمين تم الانتهاء من بناء هذا الجسر. مثل ما انتم شايفين أمور كلها مؤهلات عادية من قبل الأهالي والدولة السورية المتواجدة ضمن المنطقة. الحمد لله رب العالمين تم افتتاح هذا الجسر بعد عناء كثير من الليالي وسهر أكثر الناس على العمل هذا. الحمد لله رب العالمين خلصت الناس من الأمور اللي كانت عم بتصير، لكن الأمور هاي مي ثابتة، الأمور هاي مي لتطور لقدام، هاي أمور تمشاية حال الأهالي ضمن المؤهلات الموجودة ساووها. نتمنى من الدولة السورية النظر بموضوع دير الزور، نخص بالذكر أمور الجسور التي تربط بين الشامية والجزيرة، لأنه كل يوم عم بنشوف حالة من الموت ضمن نهر الفرات، كل يوم عم بنشوف حالة من الرعب اللي الناس عم بتعيشها أثناء المرور من الشامية على الجزيرة ومن الجزيرة على الشامية. ناس عم بتموت بالعشرات ضمن نهر الفرات بسبب عدم وجود جسور مؤهلة لهاي الأمور. نتمنى من الكل يشارك الفيديو على أوسع نطاق، خلي الناس تعرف إيش عم بيصير ضمن دير الزور من معاناة بسبب الجسور المتواجدة بدير الزور. والحمد لله تم الانتهاء بفضل الله عز وجل، ومن ثم الناس المتواجدة اللي وقفت على هذا الشغل وخلصت هاي الأمور. كان معكم إياد الترند، اكتبوا لي آراءكم بالتعليقات بخصوص الجسر هذا وبخصوص الجسور المتواجدة بدير الزور، وشاركوا الفيديو على أوسع نطاق.